بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. النهارده بقى هعمل معاكم فيديو جميل قوي، المكرونه النجرسكو. حلوه جدا 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 واخف كتير كمان من المكرونه البشاميل. انا عن نفسي ولادي بيعشقوها، وهتكلم معاكم شويه، هطول عليكم بس يا ريت ما تزهقوش مني، ويا ريت لو ليا حد من الخمسة ستة اللي بيحبوني يقفوا جنبي في الموضوع دوت. انا النهارده عملت معاكم الطريقه، المكرونه طريقه خفيفه وسهله وبتكاليف قليله جدا من البيت وعلى قد ايدينا، ولا جبنه موتزاريلا ولا اي حاجه. المكرونه معانا بعد ما طلعت اللهم بارك حاجه كده بألف هنا وشفا. في حد على الصفحة عندي مش عارفة ليه كارهني، ومش عارفة ليه. في ناس بجد بالطريقة دي في الدنيا، والله العظيم بجد انا ولا في قلبي غل لحد، ولا حتى لو عملت مشكلة مع حد عمري بشيل من حد. ربنا يدي كل واحد يا رب، اللهم امين، على قد نيته. يا ريت كلكم تدعوا لي بظاهر الغيب ان اي حد ظالمني، لو حد بيحبني فعلا يدعي لي ان اللي ظالمني يشوف الظلم اللي بيظلمه للناس في نفسه بعينيه. لان في ناس بتسيء ليا كتير على القناه، وانتوا اكيد شفتوا الكومنتات وشفتوا يعني التجاوز اللي حصل والكلام. علشان ما اخدش من وقت حضراتكم كتير، انا هنا حطيت معانا حوالي، انا عامله كيلو وربع مكرونه، ودوت حوالي نص كوبايه زيت، على حوالي 4 5 مكعبات زبدة كده، اللي هي حتة الزبدة القطعة اللي احنا مثلا نقلي بيها بيضتين ولا حاجة. الزبدة والزيت المادة الدهنية، علشان برضو ما دوخكش معايا، لازم يكون الدقيق سايح فيها، ماشي، علشان تعرفي ان مقاديرك مظبوطة في البشاميل ويطلع بشاميل اللهم بارك. هنحط معانا الزبدة والزيت بعد ما تبدأ تغلي كده زي ما حضراتكم شايفين. هحط 10 معالق دقيق بالظبط. 10 معالق دقيق دي بجد احلى بشاميل على التكة. كيلو وربع لبن، 10 معالق دقيق. المادة الدهنية هيكون سايح فيها الدقيق، علشان ما اقولكيش معيار معين يطلع، حتى انا بصي هحس ان انا محتاجة تاني هزود معايا معلقة سمنة ومعلقة وشوية زيت كده لحد ما القوام معايا يبقى كريمي. لما تبقى القوام الدقيق في المادة الدهنية كريمي، اعرفي ان انتي كده بتعملي بشاميل مظبوط. طول ما كده معاكي انتي عاملة البشاميل مية مية مظبوط. تمام، هنقلب كويس جدا في البشاميل اللي انا مش عايزاه يحمر منك، انا عايزاه ياخد اللون الذهبي بس، وبضيف له اللبن على طول. تمام. بعد ما هتحسي ان هو اللون معاكي خد لون ذهبي كده، المكرونه بتتسلق نص سلقه يا جماعه. بحط ملح بس في المكرونه، ما بحط الزيت خالص. تمام، نص سلقه. وتروحي جايه البشاميل بقى، انا حطيت اللبن معاكي، معلش عفوا الكاميرا كانت مقفوله وانا حطيت اللبن ومش واخده بالي. وبزود على اللبن من ميه المكرونه، بتوديها في حته تانية. والله دي طريقه ايطاليه فعلا. انا كان ليا حد قريب، واحده قريبتي كان جوزها شيف في ايطاليا، بجد هي من وانا عندي 18 سنة علمتني اعمل مكرونة بشاميل، وبجد دي طريقتها من يوم ما عملتها. وبجد اي حد بيخش بيتي بيقول لي احلى مكرونة بشاميل دقتها في حياتي. بتاخدي شوية من حوالي لتر الا ربع كده من مية المكرونة، تحطيها على كيلو وربع لبن، يعني هيبقوا 2 لتر في الاخر. انا والله العظيم بجد في الشغل صحابي لما عملوها قالوا لي وفرت معانا كتير قوي في اللبن وفي الامكانيات، وكمان لذيذه جدا 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 وخفيفه، ومهما تاكلي منها ما تشبعيش. حاجه كده بالف هنا وشفا للي هياكل، خطيره. حطيت ملح وفلفل. طبعا مرقه الدجاج دي الحاجه الوحيده اللي بحط فيها لازم في البشاميل. مرقه الدجاج هي البشاميل اللي لازم احط فيها مرقه دجاج، بتوديها بجد في حته تانية. انا مش بستعمل مرقه الدجاج قوي، بس في البشاميل لازم بحط، بتبقى خطيره. حطيت معاكم بقى هنا في الصينيه الكاميرا معلش بتقفل معايا عفوا. شويه بشاميل بس تحت في الاول، ولفيت فيهم المكرونه زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين وزعتها. وحطيت، انا عاملاها نجرسكو بالفراخ، حطيت ال حوالي نص كيلو بانيه بس، مش اكتر. كل واحد وحسب ظروفه وحسب رغبته، عايزه تحطي كيلو حطي، عايزه تحطي 2 كيلو حطي، عايزه تحطي ربع كيلو. كل واحد بيحط حسب مقدرته.
انا عاملاها بنص كيلو بانيه، عليه قرنين فلفل، مع القرنين فلفل دول طماطمتين، وبعدين شوحتهم كويس جدا بس بشويه زيت، ورحت جايه حطاهم على النار. إيه بس بتاخد حوالي 10 دقايق يا دوبك، تاخد تشرب ميتها كده وتقفلي عليها، لان كده كده هي هتستوي في الصينيه. انا قلت لك الطريقه، هكمل معاكي الكلام اللي انا كنت عايزه اقوله لك، معلش ما تتضايقوش مني يا جماعه. وزعت بقيه المكرونه، حطيت شويه بشاميل كده تحت المكرونه وبعدين حطيتها، وبعدين هقلب المكرونه كويس. حطيت البشاميل اهوت معايا على الوش، وعملت وش اللهم بارك. كل ما تعملي وش كويس بشاميل، المكرونه تطلع معاكي اللهم بارك تحفه، بالف هنا وشفا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. حاجه كده بالف هنا وشفا، خفيفه وطريقه جميله. والصينيه دي على فكره بقى انا واخداها من خيالي، يعني علشان ايه؟ خطيره في المكرونه. اللي عفوا اللي الفراخ انا ما كنتش شوحتها معاكم، الفيديو لخبط معايا شويه. يا ريت تتقبلوا مني الغلط، بس بجد انا متضايقه جدا من الموقف اللي حصل عندي على القناه، والناس اللي بيشتموني دول. مش مصدقه ان في حد في الدنيا بيكره حد بالطريقه دي. ربنا يعين كل واحد على حاله، ويقعد لكل واحد اللي بيعمله. اي حد هيعمل حاجه هيلاقيها، سواء خير سواء شر هيلاقيها. ويحسبونه هين وهو عند الله كبير. يعني الحاجات دي كبيره قوي 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 عند ربنا، وانا حقي انا مش مسامحه فيه. يعني بجد عشان الظلم ده انا اتظلمته كتير. كذا مره حد يخش لي كده، سواء ليا او لجوزي، واهانه لجوزي. وطبعا حضراتكم عارفين ان اي راجل مش هيستحمل اهانه كده. ليه التجاوزات دي؟ وليه الناس بتعمل كده؟ انا مش عارفه. ربنا يعين كل واحد على حاله، ويدي كل واحد على قد نيته. انا اسفه انا طولت معاكم في الاخر الفيديو، وحطيت الحاجات دي تاني علشان اقدر اقول لكم الكلام اللي انا عايزه اقوله. الكلام اللي على الصفحه على العموم، انا اخدت اجراءات قانونيه، ورحت مديريه الامن، وعملت محضر في مباحث الانترنت على اي حد تجاوز في حقي وحق جوزي. واكيد اكيد اكيد ربنا مش هيسيب الظالم كده. اكيد 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 الظالم ليه نهايه. محدش بيسيب ياخد حق حد وربنا بيسيبه. ربنا بيجي وقت والإنسان ده لازم لازم يشوف على حياة عينه الظلم ده في الحد اللي أذاه. ويا رب يكون محتوايا بيعجبكم، ويا ريت لو حد بيحبني يدعمني في اللي أنا بقوله ده. وشكرا ليكم.